عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفاتم الصحة والاحوال باذن الله. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي تكون الشوربه ديال الدجاج بالخضره، وندوزو على بركه الله نتعرفوا على المقادير اللي غادي نحتاجو فيها. ونبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه نحتاجو لها هو الصدر تاع الدجاج. انا خديت، خذوا اي طرف نتوما كتبغيو، اي طرف متوفر عندكم. انا خديت هنايا الصدر ديال الدجاجه. خديت هنايا واحد البصله صغيره مشلضه، وخديت شويه ديال البوارو، والزبده اختياريه الا بغيتو ديروها كتعطيها نكهه زوينه. شويه ديال الملحه والبزار حسب الذوق، وشويه ديال زيت العود فاش غادي نشحروا البصله مع البوارو باذن الله. وهذا المرق ديال الدجاج ممكن تعوضوه بالماء الا ما توفرش عندكم، او الناس اللي كتفضل دوك المكعبات ديال الكنور ممكن ديري مكعب ديال الكنور الا كنتي من الناس اللي كيفضلوا الكنور. ما عندكش ديري غير الماء فقط. ونبداو على بركه الله ندوزو للمرحله التاليه. هنايا في الطنجره على النار، بسم الله، نخليها تسخن واحد شويه. غنزيد عليها شويه ديال زيت الزيتون، بسم الله، وغادي نضيف هذيك المعلقه ديال الزبده. غير تذوب لي الزبده واحد شويه، غادي نضيف عليها البصله مع البوارو يتشحروا، ونضيف عليهم الصدر تاع الدجاج. كلشي يتشحر ليا في نفس الوقت. سخنات ليا الزيت ودابت الزبده، غادي نضيف عليها البصله مع البوارو، بسم الله. غنخلي البصله غير تذهب ليا واحد شويه، ونضيف عليها الدجاج يتقلى معاها. هنا البنات راه البصله ديالي ترخات واحد شويه، بغيتو تضيفوها مع الدجاج في الاول ضيفوها. انا كيعجبني فاش كترخى شويه وكتذهب، كتعطي مذاق زوين وما كتبقاش معنزه، كتبقاش قاصحه. صافي هنايا راه ذهبات شويه ترخات، غنضيف عليه الدجاج هكا صاين، ما غادي نفرتو ما والو حتى كيطيب عاد غادي نفرتو. غنخليه يتقلى شويه، وغادي نضيف عليهم الملحه وشويه تاع البزار حسب الذوق. عاد من بعد غادي نمرق بمرق الدجاج باذن الله. هنا البنات راه ضفت الملحه والبزار، ديروا على حسب الذوق ديالكم نتوما. فكنخليه من الجهتين، نخليه يتقلى ليا مزيان ويتشرب ليا، يطلق ليا ديك البنه ديالو مع البصله، وتشرب ديك الملحه والبزار اللي درت ليه. ومن بعد غادي نضيف عليه مرق الدجاج. هنا البنات صافي راه تقلى ليا الدجاج، غادي نضيف عليه دابا المرق ديال الدجاج ولا تضيفوا الماء غير يطيب لي واحد شويه، واحد 10 دقائق. عاد غنضيف عليه بطاطا. هنا خديت واحد 4 البطاطات متوسطين في الحجم، قطعتهم كيف ما بغيتو، حيت من بعد راه غادي نطحنوهم. نشعل هاد لاهوط هادي باش ما يطلع ليش البخار، ونبدا بسم الله. ندير المرق حتى يتغطى لي الدجاج. صافي دابا غادي نغطي عليه واحد شويه باش يطيب لي الدجاج، حيت البطاطا راه دغيا كطيب، اون بليس قطعناها قطع صغيره، راه دغيا غادي طيب لينا، ما تاخذش لينا الوقت بزاف. صافي غادي غير 10 دقائق يدخل له الطياب، ونزيد عليه بطاطا باذن الله. هنا البنات صافي راه الدجاج راه بدا تيدخل له الطياب، غادي نزيد عليه الان بطاطا. ما بغيتش انا نضيفها من الاول حيت ما بغيتهاش تهرى ليا بزاف، واخا غادي تطحن فاش كتهرى ما كتعجبنيش، كتعجبني تبقى شاده في راسها. بسم الله. صافي دابا غادي نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا، ونمر الان للمرحله التاليه حتى كي غادي يطيب لي بطاطا ونحيد الدجاج. عاد غادي نضيف هنا، خديت واحد الحبه ديال الخيزو كبيره محكوكه، واحد الحبه ديال الكورجيت ديال القرعه الخضراء محكوكه، وشويه ديال القزبر والمعدنوس، شويه ديال الربيع. وهنايا البنات هذا عندي القزبر يابس اختياري،
انا كيعجبني مع الدجاج غادي نضيف واحد شويه، اختياري، بغيتو تضيفوا ضيفوا، ما بغيتوش ماشي مشكل، انا غادي نضيف واحد شويه، كيعطي مذاق زوين وكيتوالم المذاق ديالو مع الدجاج. صافي دابا غادي نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا، ونتلاقاو في المرحله المواليه باذن الله. صافي البنات، هنا الدجاج ديالي راه طاب، غادي نحيدو. بسم الله. غنخليه غير يبرد واحد شويه وغادي نفرتو. وهنايا بطاطا راها طابت، صافي راه كتمس، راها طابت، ما تاخذش، راك عارفين البطاطا ما كتاخذش الوقت بزاف. صافي دابا غادي نطحنها وعاد نرمي على الخضره اللي بقات لي ان شاء الله باذن الله. نتلاقاو في المرحله المواليه. البنات هنايا فاش تكونوا كطحنوا فيها واستعملتوا بحال هذا الباطور هذا، بغيتوها تجيكم القوام ديالها ناعم، فاش تكونوا كطحنوا ميلوه بحال هكا، يعطيكم القوام ناعم، ما يبقاش فيهم الحبيبات. الا درتوه بحال هكا كيبقى فيه الحبيبات شويه، بطاطا كتبقى محببه، أو اي خضره كنتو دايرينها. ولكن الا ميلتوه بحال هذه الطريقه وطحنتوه بحال هذه الطريقه كتميلوا كطحنوه، غادي يجيكم القوام ناعم، ما يبقى فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه. انا هنايا فرتت الدجاج، وهنايا من بعد ما طحنت بطاطا مع البصله، صافي دابا غادي نرمي عليهم الدجاج. الا جاتكم عاقده زيدوا لها شويه ديال مرق الدجاج، انا نزيد لها شويه ديال الماء ولا مرق الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج مازال غنخليها طيب وتعقد. صافي غادي نضيف دابا قطع ديال الدجاج اللي درت، اللي فرتت. غادي نضيف خيزو، بسم الله، القرعه. صافي غنخليهم غير واحد 10 دقائق ماشي بزاف، حقاش خيزو القرعه راه محكوكين، ما غاديش ياخذوا وقت طويل في الطياب. صافي غنخليهم يطيبوا واحد شويه ونتلاقاو ان شاء الله. حتى من بعد حتى كيطيبوا لي غادي نطفي عليهم، عاد غادي نزيد عليهم القزبر والمعدنوس. صافي نحركهم دابا واحد شويه باش ما يسقليش، وغادي نشوف القياس ديال الماء. صافي راه بالنسبه لي انا راه هذا هو القياس كافي. هاد الشوربه راه كتجي زوينه ولذيذه وصحيه، والله كتعجبني بزاف في رمضان. كنديرها بزاف، كنديرها هي والحريره، فاش كنبغي نبدل الحريره كندير هاد الشوربه هذه. بسم الله. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. هذه هي الراسوب، كتجي خاطره وزوينه صحيه مغذيه في هذا رمضان. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شهية طيبة للجميع، ودمتم في امان الله.